أوه سطلنا سطلنا لنا سطلنا أوه سطلنا سطلنا لنا سطلنا. أنا فرحانة قوي من ساعة ما عمر عرف الحقيقة وبقى في حضنك خلاص. طول الوقت كنت حاسة بالذنب رغم الظروف المادية الوحشة اللي مريت بيها وخلت حالتي النفسية مش قد كده، لكن أنا كأني شلت الجبل من على قلبي لما عمر عرف الحقيقة وعرف مين أمه الحقيقية. طول الوقت كنت حاسة بالذنب إن أنا حرمتك منه وحرمته منك، لكن دلوقتي خلاص كلنا هنعيش مع بعض في بيت واحد. اوعي يا أختي تكوني زعلانة مني، ويا ريت تسامحيني على اللي فات. حبيبتي يا أختي، أنا عمري ما أزعل منك أبدا. إحنا إخوات وإنتي ياما وقفتي جنبي وساعدتيني كتير وربيتي عمر أحسن تربية وكنتي ليه نعمة الأم. ربنا يخليكي ليا، وهو الحمد لله ربنا جمعنا تاني في بيت واحد وهنعيش كلنا مع بعض. صحيح يا حبيبتي، نسيت أقولك إن أنا دورت على شغل. كلمت حسين صاحب الشركة اللي كنت توسطت لعلي ابنك عشان يشتغل عنده فيها. كلمته ما عندوش مشكلة أنزل أشتغل معاه بعد الظهر عشان أساعد شوية معاكي في المصاريف. أنا عارفة إن الحمل بقى تقيل عليكي، وخاصة إن خلاص ما بقتش فيه فلوس زي الأول، فلازم أساعد معاكي شوية على قد ما أقدر. أنا فرحانة أوي يا ماما، مش قادرة أصدق بقى أنا كنت بتعامل معاكي على إنك واحدة قريبتنا من بعيد. انتي طلعتي أمي. أنا بحبك أوي، قد إيه انتي ست عظيمة وضحيتي عشاني وعشان إخواتي. بس هما فين إخواتي يا ماما؟ من ساعة ما جيت مش شايف حد منهم، عايزة أقول لهم وأفرحهم. يا حبيبي يا عمر، اخواتك الصغيرين لسه ما جوش من المدارس بتاعتهم، واعمل حسابك من بكره هروح بقى انقلك الاوراق بتاعتك عشان انقلك نفس المدرسه معاهم. ما ينفعش تفضل قاعد كده بقى من غير دراسه، لان خلاص ما بقيناش نقدر على مصاريف المدرسه يا حبيبي اللي انت كنت فيها. واخوك علي نزل شغل بعد ما خلص دراسته عشان يساعدني في مصاريف البيت ويساعدني في مصاريف دراسه اخواتك. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي. اصل انا يا ماما عايزه افرح اخواتي بالتليفون اللي معايا ده. انا محمل عليه لعبه راس التواليت يا ماما، في لعبه روبلوكس، عشان نغني انا وهما اسكيبلي دب 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 يس 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 دبليو دبليو دبليو. عارفه يا ماما اللعبه دي انا بحب العبها قوي. انا هقول لعلي اخويا يشحن لنا يا ماما التليفون، واخواتي ما يروحوش عند الجيران تاني، ونقعد مع بعض نلعب على التليفون ده. يا حبيبي ربنا يخليكم لبعض. ماما انا جعاني يا ماما، اعملي لي حاجه اكلها. حاضر يا حبيبي على طول انا اهو. جيت نورت البيت. ايه ده، عمر هنا؟ ايه ده، غريبة يعني. مش واخدين يعني يا ماما ان عمر يجي زيارة عندنا من غير مامته؟ يعني في حاجة ولا ايه؟ اه في يا علي، في ان انا مامته، انا مامته الحقيقية، وعمر يبقى اخوك يا علي. انتوا اخواتي حبيبي. الحمد لله ان الحقيقة ظهرت، الحقيقة اللي كنت مخبيها عنكم سنين. ايوه يا علي يا حبيبي، انا اخوك عمر. بص انا من النهارده هنزل معاك شغل عشان نساعد ماما في مصروف البيت وكل الاحتياجات بتاعت اخواتنا. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا مش فاهم حاجه، انا مش مصدق نفسي. عمر يبقى اخويا؟ ازاي يا ماما كنت مخبيه عننا السنين دي كلها؟ وازاي حرمتونا من بعض كل الوقت ده كله؟ كانت ظروف صعبة قوي يا علي، والحمد لله ان هي راحت لحالها خلاص، واخوك بقى معانا وفي وسطينا دلوقتي. المهم انت جاي من الشغل تعبان، اجهز لك الغدا بقى يا حبيبي. لا لا يا ماما، انا مش جعان دلوقتي. اكل ايه، انا راجع الشغل تاني. في حاجه مهمه حصلت قوي النهارده، وعشانها لازم ارجع الشغل ضروري. لازم اقابل صاحب الشركه، ولما ارجع ابقى اشوف موضوع اخويا اللي انت كنت مخبيه عننا سنين طويله. خير يا علي يا حبيبي، في ايه؟ ايه اللي جرى في الشغل؟ قلقتني، قولي. مش وقته يا ماما، انا لازم اتحرك دلوقتي فورا. ما تقلقيش، اطمني، لما اجي هحكي لك كل حاجه. طب خلي بالك على نفسك يا حبيبي، احفظهم ليا يا رب. ها يا علي، ايه بقى الموضوع اللي انت كنت عايزني فيه ضروري وخليتني جيت لك مخصوص ورجعت لي تاني عشان تكلمني فيه؟ كان لازم اعمل كده وبأقصى سرعة. حضرتك الشركة بتاعتك في خطر جدا، في شوية عصابة بينهبوك يا فندم وانت ما تعرفش. كانوا عايزين يتفقوا معايا عشان يسرقوا مخازن الشركة ويسرقوا المعرض كمان. مفهمين حضرتك ان ولائهم كله للمكان، وهم غير كده خالص. هم اقرب ناس ليك وهم اللي كانوا عايزين يسرقوك. انا جريتهم في الكلام وفهمتهم ان انا معاهم، لان لو كنت عملت غير كده كان ممكن يحاولوا يؤذوني، عشان كان باين في عينيهم الشر، وكانوا اكيد هيغيروا مخططهم، لان في الحالة دي كانوا هيخافوا ان انا اجي اقول
لك على كل حاجة، لكن أنا فهمتهم إن أنا معاهم عشان أشوف هما ناويين على إيه للآخر، وأجي أقول لحضرتك عشان تاخد حذرك وتاخد كل احتياطاتك وتشوف أنت هتعمل إيه. إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه اللي أنا بسمعه ده يا علي؟ أنت تقول لي دلوقتي حالا فورا هما مين وناويين على إيه وخططوا إزاي؟ قول لي كل حاجة بالتفصيل. طبعا طبعا يا فندم، هقول لحضرتك كل حاجة بالتفصيل. أخو المدام بتاعت حضرتك اتفق مع مسؤول المخازن على الطلبية الأخيرة اللي دخلت المخزن، إزاي هيعرفوا يستفوا الأوراق وإن هم يخرجوا اللي هم عايزينه من غير ما حد ياخد باله. وهقول لحضرتك على الميعاد كمان بتاع التنفيذ بالظبط، لأن هم قالوا قدامي الميعاد عشان لو شفت الحاجة خارجة أعمل نفسي ما شفتش حاجة وأسيب كل حاجة تخرج عادي كأني مش شايف. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا علي، أنت ولد محترم جدا وولد شجاع كمان. أنا لو اتأكدت من اللي حصل ده أنت هيبقى ليك عندي مكافأة كبيرة أوي أوي يا علي. ياه، أنا جوعت أوي. شغل البيت جوعني خالص. خلص السندوتش ده بقى وأقوم أكمل اللي ورايا. ايه ده؟ مين اللي بيرن الجرس دلوقتي؟ معقولة الولاد رجعوا بدري من المدرسة؟ ايه ده أستاذ حسين. خير يا رب استر، لا يكون حاجة حصلت مع علي. اتفضل يا أستاذ حسين، اتفضل. مش حضرتك مدير علي في الشغل؟ خير، في حاجة حصلت ولا ايه؟ آسف يا مدام، آسف لإزعاج حضرتك أو إن أنا كنت قلقتك أو حاجة. أيوة أنا حسين مدير علي في الشغل، بس أنا كنت جاي عشان أشكر حضرتك على تربيتك لعلي، وجاي أقول له هو كمان شكرا على شجاعته وعلى أخلاقه ونزاهته. بسبب شجاعة علي وذكائه قدر يحافظ على شركتي وعلى مصنعي وعلى كياني كله من السرقة. أنا كان زماني اتنهبت وما كنتش عارف أثبت أي حاجة، لكن بمخطط علي اللي عمله قدرت أوقع العصابة كلها في الفخ وقدرت أحافظ على أملاكي وعلى شركتي. وعشان كده أنا جايب المكافأة لعلي عشان هو يستحقها، مبلغ من المال يأمن له مستقبله هو وإخواته. ومش بس كده، أنا كمان هديكم بيت كبير تعيشوا فيه أحسن من البيت دوت. أنا مش عارف أشكر علي إزاي، ومهما أعمل علشانه مش هوفيه حقه ولا هوفي لحضرتك حقك في تربيتك ليه. أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه. شكر على واجب، ده واجب علينا، وكان المفروض علي فعلا يعمل كده بدون أي مكافأة أو مقابل. علي ما عملش كده عشان مستني ياخد فلوس من حضرتك، هو عمل كده عشان الواجب بيحتم عليه كده. علي ما طلبش مني مقابل، انا اللي جاي لحد عنده عشان اديله مكافئته لان هو يستحق كده فعلا. وبعدين علي اداني مكسب كبير قوي انا كنت هخسره لولا ذكائه ولولا تصرفه. أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي، من الواضح إن هو مبلغ كبير قوي. ألف حمد وشكر ليك يا رب. أنا كده هأمن مستقبل أولادي كلهم بالفلوس دي، وكمان هيبقى معانا بيت كبير نعيش فيه كلنا مع بعض. أنا مش عارفة أشكرك إزاي، يا ما أنت كريم يا رب. ألف حمد وشكر ليك. وهاي عليكم يا أصدقائي، لو عجبتكم قصتنا النهاردة وعجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك عشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء، وعشان قناتنا تكبر بيكم وبدعمكم. ودلوقتي أقول لكم يلا سلام.